يا عم خليك جدع، أو أحسن ما تشرب سجاير. بس الجدعانة بلا حدود مش هتخليك أحمد السقا، دي هتحولك أنت شخصيا لضحية. شيء جميل قوي إنك تساعد الناس، لكن مهم إن الناس دي أصلا تكون عايزة تساعد نفسها، وإلا أنت كده هتدمر نفسك. عارف المثل بتاع فلان ده بيحرت في البحر، أو فلان ده بيدن في ملطة، أو فلان ده بينفخ في قربة مقطوعة؟ دي كلها أمثال فيها مجهودات تهد الحيل، بس ما فيهاش أي نتيجة خالص، لأنها في المكان الغلط. في واحد صاحبك وصاحبي وفي كل شلة تقريبا مش شايف أي حاجة حلوة في الحياة، كئيب، دايما حزين وشايل الهم وقنبلة طاقة سلبية، يبحث عن السواد في كل حاجة، في كل حاجة في الدنيا. التفاؤل ما عداش من شارعهم بقاله 20 سنة. من حقه عليك انك تتكلم معاه مرة واتنين وتلاتة، تحاول تشوف مشكلته. ليه كاره الحياة قوي كده؟ مديله ايدك وحاول تطلعه من اللي هو فيه، لكن عند مستوى معين، واول ما تحس انه مش عايز يطلع سيبه يمشي. صدقني دي مش ندالة، انت كده بتنقذ نفسك من فخ، لان بعد فترة من علاقتك بالصاحب المتشائم الكئيب ده كل الطاقة السلبية اللي عنده هتغرقك.